كل يوم قبل المنام جولة سوشيال، شوف ايه الكلام. بين جوازي سرية وجريمة مش عادية بطلها لسه غلام. تليفوني كمل عليا متثبت رافض ينطق، عملهاش من زمان. قلت انام. صباح السعادة عليكم. صحيت على صوت زعيق وصراخ. لقيتها المدام بتفول عليا، بتشحت عليا. لميت من الناس كام. انا الذهول قفشني، مرضتش ارد يكون في مصيبة تانية. مسكت تليفوني لقيته لسه متثبت على وضعه. من هنا بدأ الكلام. تليفون المدام تحت صفحتي. لقيت قاعة عزا وسط بصورتي وجمعي أسرتي. 500 تعليق منهم 100 بيطمنوا على الأمانة اللي وصلت، اللي جت في الرسالة. رسالة، من رسالة لرسالة، لصورة، لإيصال مبلغ وصل للرقم بتاع الرسالة. أكيد ده هاكر. هي الحركات إياه. ده حتى خطي مش راضي يستجيب، ولقيته متحول على رقم معرفوش غريب. أهو، لازم أتكلم، لازم أتصرف. رحت على المديرية ولقيت هناك حكايات مش طبيعية. اللي كانت مأمنة واتغدر بيها، واللي كانت واثقة واتضحك عليها. حكايات فوق الخيال. ولقيت شباب وبنات اتغدر بيها وكانت ضحية. نده الظابط عليا، قال لي ازاي تسيب تليفونك في الصيانة جواه الخط. استنى بقى شوية، الجثة زمانها جاية، ويمكن تلاقي حاجة من اللي خدوا منك. ده قاعد معانا شوية، ده عنده يجي 100 قضية. قال لي خد يا ابني النصيحة دي. تليفونك الصيانة ميت، اوعى تسيبه، عينك عليه. سعر الأمانة غالي، متخليش نفسك ضحية. يا صاحب الصيانة، هو أنت ليه كده؟